بسم الله الرحمن الرحيم. احلى اخوات ومتابعين في الدنيا، متابعيني حكايات اليوتيوب، دي قناتي وانا غاده. اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بكل اللي اشترك عندي في القناه. نورتني، يا رب اكون ضيفه خفيفه عليك. وقبل ما نبدا الفيديو انا طالبه منكم الدعم للقناه، اشتركوا، فعلوا الجرس، اعملوا شير، لايك يا ولاد، ادعموني فضلا وليس امرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي بداية كل فيديو يا جماعة بندعو لأهل غزة، اللهم فك الكرب يا رب العالمين، اللهم انصرهم يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامهم يا رب العالمين. ادعوا لأهل غزة، أضعف الإيمان يا جماعة، ندعو كلنا لأهل غزة. وفيديو جديد ورياكت جديد. وافتح القوس بعد القبض على مساجدة وام مكة يا جماعة، القبض على محمد شاكر القبض على شاكر الشهير بشاكر، هو اسمه محمد شاكر، التيك توكر محمد شاكر. كمان افتح القوس، افتحي القوس، يلا معاكي ورقة وقلم، فاضيين يا جماعة؟ اطول؟ قولوا لي طولي. القبض على محمد شاكر، القبض على مداهم، القبض على علياء قمر سيدنا النبي قمر. يا خسارة الأغنية علياء، انت بوظتي الأغنية، يا خسارة الأغنية. القبض على محمد شاكر، القبض على مداهم، القبض على علياء قمر، القبض على سوزي الأردنية، القبض على ليلى الشبح. فاضيين؟ أكمل وراكم وقت. القبض على ليلى الشبح. بس احنا كل ده برضو ما وصلناش للطرف الثالث بتاع ام مكة ومساجدة لسه. القبض على محمد شاكر، طبعا محمد شاكر ومداهم معروفين في التيك توكر وعلى البرنامج بان لهم ملايين المتابعين، تمام؟ علياء قمر ملايين المتابعين وملايين الدولارات بتنزل لها. سوزي الأردنية كذلك ملايين المتابعين، ملايين الدولارات بتنزل لها. ليلى الشبح موال كبير وحكاية كبيرة. ليلى الشبح يا جماعة حكاية كبيرة بجد، عايزة فيديو لوحدها، عشان يعني الواحد لما يعرف ان الداخلية قبضت على ليلى الشبح بدولارات وكمية فلوس مهولة، هتعرفوا البلد دي فقيرة ليه. عشان الناس دي سارقينها، الناس دي سارقينها. اللي زي ليلى الشبح دي يتقال لها من اين لك هذا؟ طيب احنا عايزين نعرف مين محمد شاكر ومداهم. محمد شاكر تقريبا كان اهواجي، فيهم حد ظابط وفيهم حد اهواجي. ظابط مستقيل او مطرود من المهنه، وحد فيهم كمان اهواجي. تعرفوهم الفرق؟ انا مش عارفه بالفرق، بس انا اعرف ان في واحد اهواجي وواحد ظابط. طبعا علياء قمر احنا عارفينها، سوزي الأردنية برضو احنا عارفينها. طب عايزين نعرف بقى محتوى الناس دي ايه بقى المحتوى اللي موجود. ما هو انت بتطلعي على التيك توك وبتطلعي على البرنامج، لازم في محتوى انت بتتكلمي فيه. لا شيء محتوى، لا شيء. الناس دي لا شيء محتوى. ملايين بتدعم هؤلاء الناس اللي اتقبض عليهم، ملايين بتتابعهم، ملايين بتضغط لهم. لا يعني في متابعين، في داعمين. بص عايزين نفرق، متابعين ملايين بالملايين، المتابعين اللي بيتابعوا الناس دي، كمان الداعمين بالملايين. وما تسألش ليه. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. هدية نجاح 50% سوزي الأردنية مليون جنيه. شاكر في رصيده ملايين، مداهم في رصيده ملايين. والله العظيم الشباب اللي قاعد على القهوه خشوا هاتوا ملايين. انا مش عارفه ازاي محتوى لا شيء، لا شيء. يعني عايز تعرف كده المحتوى مش هتعرف توصل له. هو ايه المحتوى؟ لا شيء. ناس بتدعم بالملايين، متابعين ما تفهمش هم بدعموا واحده زي سوزي الأردنية ليه، بيدعموا واحده زي علياء قمر لما يبقى في رصيدها ملايين برضو ليه؟ يعني علامه استفهام، علامه استفهام. اسأل نفسك ازاي وليه وعشان ايه؟ عشان محتوى لا شيء. انا ادعم ده بملايين، انا هدخل ادعم شاكر بملايين، انا هدخل ادعم مداهم بملايين. علياء قمر اللي كانت بتبيع مناديل وبتشحت في الاشارات دلوقتي معاها ملايين. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله، لك الله يا مصر.
والله الواحد لو المتعلم اللي بيشتغل مهنه محترمه وبيشتغل شغلانه محترمه قاعد بتحصل على نفسه دلوقتي على 5-6 آلاف جنيه اللي بياخدهم. علياء قمر طلعت قالت قمر كده وهبلت شويه، يعني هبل تاخد ملايين، شاكر هبل تاخد ملايين، ادي تفاهه تاخد ملايين. طلع علينا الناس قالت ان في غسيل اموال وتجاره بالمحرمه وحاجات من دي موجوده على البرنامج، وبعدين ظواهر غريبه، عربيات بقى وحاجات رايحه جايه قدامك وانت قاعد تتفرج. تخيل كده تقعد تتفرج على حفلاتهم، تقعد تتفرج على الملايين اللي جايه وراحه، السفر في كل حته، بيسافروا بره بيروحوا بيجوا. فجاه بنت الرئيس محمد الله يرحمه مبارك طلعت علينا، الشهيره بنت مبارك طلعت علينا وبتقول دول شغالين في كذا وتجارتهم كذا وبيدعموا بكذا وغسيل اموال كذا وحاجات كده تخلي واحد تقولك في ايه اللي حصل. تنام تقوم، يعني بعد ما انت قاعد كده قدام، تخيل كده وانت مرتبك 5000 جنيه وقاعد قدام التليفون، وبعدين تشوف الملايين رايحه جايه، وبعدين تبص على الناس اللي هي معاها الملايين، تبص لهم ولا حاجه، يعني المحتوى مفيش حاجه خالص. ايوه يعني حاجه ملفته للنظر، حاجه ملفته للنظر، حاجه بتدي يأس للشباب ان هو يبقى كويس ويمشي في محتوى كويس ويمشي في محتوى هادف وشغل كويس. يقول لك مش هكسب، طب ما انا اسهل لي اقعد على التيك توك. فجأة كمان طلعت مجموعة من البلاغات، مجموعة من المحامين، رغم ان المحتوى ده يا جماعة اللي انا بحكي لكم عنه الناس دي بقالها اكتر من سنتين موجودين على البرنامج والمحتوى موجود. ليه بقى دلوقتي تمت البلاغات لما بنت الرئيس محمد حسني مبارك طلعت اتكلمت وفضحت؟ اتقدمت البلاغات ضد الناس ديت وتم القبض عليهم وافتح القوس، ولسه اللي جاي كتير. لان انا بستغرب هو المحتوى من سنين غير هادف، ليه تم القبض دلوقتي؟ يعني مثلا واحده زي ليلى الشبح عملوا قبضوا عليها تفتكروا موجود ايه في بيتها؟ ملايين الدولارات استرليني، ذهب، من كل حاجه، وتيجي تشوفها هي كانت كانت ولا حاجه. انا عايزاكم يا جماعه تقولوا لي في التعليقات ايه رايكم في ليلى الشبح. ليلى الشبح اللي كل ما تتصور مع حد في فيديو يموت او يختفي. طب كروان مشاكل فين؟ اخر مره ظهر فيها في فيديو مع ليلى الشبح، اخر مره ظهر فيها مع ليلى الشبح. طبعا سلمى الرحاله اخر مره، دينا مراجيح دي اللي هي توفت يا عيني الله يرحمها، اخر مره ظهرت مع ليلى الشبح. عم احمد اللي هو الراجل الغلبان ده اللي توفى اخر مره ظهر مع ام مكه. شيكا اللي توفى وقالوا باع كليته ظهر مع ام مكه وظهر مع وفاء عامر. مش عارفه الست الست اللي اسمها ليلى الشبح دي كل ما مع حد يختفي او يموت، ده الناس هي اللي مطلعه، الناس هي اللي طلعت لهم الفيديوهات وعملت الكلام ده واثبتت الكلام ده. لكن له يا مصر، انا عايزه راي حضراتكم في التعليقات، تقولوا لي مين لسه هيدخل في القضيه دي وهيتعرف، ويا ترى هتثبت عليهم الكلام ده. يا رب يثبت عليهم الكلام ده وستر ربك انفضح عن العصابه ديت. وهتوحشوني جدا جدا. للفيديو الجاي اوعوا تنسوا اللايك، ادعموني بالاشتراك والشير للفيديو، واوعوا تنسوا اللايك وتعليق حلو منكم، وهتوحشوني جدا جدا. يا رب ما اكونش ضيفه تقيله عليكم، بحبكم جدا في الله. مع السلامه.